السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احباب في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناتي، قناه دينا ريان. قبل الفيديو اشتركوا في قناتي وعايز تكبر بيكم، تصلوا على النبي في الكومنتات يا بنات. بحبكم في الله بجد، شكرا جدا على كومنتاتكم الجميله، بجد بحبكم قوي في الله. ربنا يديمنا اخوات مع بعض، اللهم امين. بصوا بقى النهارده الفيديو حلو قوي وهيشجعكم جدا جدا. اول حاجه كده نزلت ولادي للمدرسه يوم الاحد. بحب لما باجي انزل العيال المدرسه برجع بقى على السوق اجيب كل اللي انا عايزاه. ببقى شايفه بقى التلاجة خلاص شطبت من كله، فبقى ايه بجيب كل اللي انا محتاجاه بصراحه. يوم الاحد بقسم بقى على نفسي، مره الصبح ومره بعد الظهر لما اجي اجيبهم. بجيب حاجه حاجه كده عشان حاجه كتير عليا. فبصراحه الخضار بقى كان جميل كده. طبعا خضار الشتاء بقى، دخلت الشتاء كده بيبقى الخضار عامه في الشتاء بيبقى جميل كده وصابح وجميل، وبالذات الحاجات الخضراء دي اذا كان ورقيات بقى او خضار. جبت البتنجان ده الكيلو كان عامل 12 جنيه، جبت نص كيلو. حابه قوي اعمل بتنجان مخلل، هتشوفوا في اخر الفيديو عاملاه بطريقه حلوه قوي وجميله جدا. ممكن يقعد معاكي في التلاجة بالاسبوع، هتشوفوا طريقته في اخر الفيديو. وجبت الخيار الكيلو ب10. عايزه اقول لكم جميل جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. لا استنوا، كان جايباه ب15، لا ب15. جبت ب15 الكيلو، والقته برضو جايباها ب15. جبت نص قته ليا، الاولاد ما لهمش قوي في القته. وجبت خيار ليهم بقى لان هم بيحبوا الخيار. جبت كيلو خيار. والباميه بقى بصراحه بقى لي اسبوع بدور عليها، مش عارفه ليه، لقيتها مع ناس بقى اللي هم بيبيعوا الجبنه القريش، اللي هم الناس الفلاحه كده بيبيعوا الحاجات الجميله دي. لقيتهم بقى معاهم الباميه ب60 جنيه، مش عارفه ليه مش راضيه ترخص، ما انا ما فرستش منها خالص لحد دلوقتي. جبت نص كيلو بس عشان اطبخه النهارده، هتشوفوا طريقته بجد كانت جامده جدا. الف انا وشفا اللي كل بجد كان نفسنا فيها وجيت ابص بقى لقيت بقى فاصوليا. يعني انا كمان لو كنت شفت الفاصوليا الاول كنت هضعف قدامها وكنت جبت فاصوليا مش باميه لان انا بحب الفاصوليا جدا. بس الفاصوليا برضو نازله ب70 جنيه، مش عارفه في ايه. فين ايام ما كانت الكيلو وربع ب10؟ فين؟ ان شاء الله هترخص برضو، وهنجيب منها طول الشتاء لما نزهق منها باذن الله. انا بحب الشتاء بقى عشان الخضار بقى، وكل شويه طبيخ كده وتاكلي العيال وتشبعيهم كده. بصراحه الخضار من الحاجات اللي بتشبع الاطفال جدا. الليمون ده كان عندي اصلا من الاسبوع اللي فات، ما جبتش ليمون. هجيب تاني يوم بقى كيلو ليمون، لقيت الليمون ب5 جنيه. حابه اعمل برطمان مخلل كده، ليمون صغنن كده ناكل منه. مش حابه اعمل يعني لرمضان دلوقتي، لا. انا قلت ايه اعمله كده ناكل منه يكون سريع. وجبت حزمه نعناع ب2 جنيه ونص، صغننه خالص، بس قلت ايه عشان انا بجيب كتير بصراحه على طول باخد من جارتي، ربنا يبارك لي فيها يا رب. فقلت كده اما اجيبه يقعد معايا مثلا كام يوم وما يطولش يعني. وجبت حزمه الجرجير دي ب2 جنيه، اولادي بيحبوها قوي الجرجير. وجبت الجبنه القريش، اقول لكم انا بحافظ على الجبنه القريش ازاي. بجيب علبه كده، علبه تلاجة عادي بلاستيك ازاز زي ما انت عايزه، وبحط فيها كده معلقه كبيره من الملح، عشان معلقه الملح اللي انا حطاها في علبه الملح صغننه، فمعيار قولي مثلا معلقه كبيره من الملح. وبحط ميه، في ناس بتحب تحط شويه لبن مع الميه، براحتك خالص. جبت قرن فلفل، الفلفل ده اصلا مش حراق يعني مش شطه، لا ده فلفل عادي. بيطعم الجبنه كانها بتحس ان انت بتاكلي جبنه فيتا مش جبنه فلاحي ابدا. بجد الخطوه دي كانت جدتي الله يرحمها بتعملها، ودلوقتي ماما بتعملها ربنا يديها الصحه. فبجد بتدي نكهه حلوه قوي للجبنه. وبالذات بقى لو كميه كبيره وحابه تحطها في التلاجة وخايفه ان هي تبوظ، بتحطي قرن فلفل، كام قرن فلفل كده على معلقه شطه. الشطه بتحافظ على الجبنه اطول وقت ممكن في التلاجة، فاهمين ازاي؟ فبتحط كده الشطه وبتحط معاها برده شويه من اللبن، وبتحط قرنين كده او 3 شطه حراقين. الحاجه الحراقه بتحافظ على الجبنه القريش ان هي تبوظ يعني. فانا طبعا جايبه ربع كيلو فمش هيطول معايا، هو بجيب على قد الاسبوع، لان أنا عندي جزء بيحب الجبنه القريش وجزء بيحب الجبنه العلب، فبراد الكل يعني بجيب ده وده. وجبت ايه تاني؟ جبت كنافه، لقيت راجل كده واقف بعيش سوري وكنافه وقطايف والحاجات دي كلها قدام المدرسه. بصراحه الحاجات دي بتبقى جميله قوي. انا لحد دلوقتي يعني انا جايبه الكلام ده يوم الاحد، لحد دلوقتي الكنافه عندي في الفريزر ما عملتهاش. بحب اسيبها كده حبه حلوين في الفريزر عشان لما بتيجي تطلعيها وتفركيها تبقى يعني تتفرول معاكي بسرعه. فاما اجي اعملها ان شاء الله اعملها معاكم. جبت نص كيلو الكنافه ب15 جنيه. وجبت الفايش ده، جبت نص كيلو من الفايش. ما شاء الله الفايش من الحاجات الخفيفه اللي يعني بتبقى كتير وما بتوزنش. النص كيلو ده جايباه ب35، بينفع بقى كفطار. انت مثلا لو حبيتي ان انت تجيبي نص كيلو دقيق او كيلو دقيق وتعملي انت الحاجات دي في البيت، بجد الحاجات دي بتفرق جدا في وجبه الفطار. الوقت ده ضيق جدا يا بنات، بجد احنا بنيجي المدرسه على دروس، ما بنيجي اخر النهار بقى خلاص اللي هم بيجوا يتغدوا يا عيني ويكتبوا الواجب، وتلاقيهم كل واحد استلم كنبه، ما بيلحقوش حتى يدخلوا ويناموا في الاوضه. فاللي هو انت عايزه حاجات منجزه
تنفعك كفطار، تنفعك برضو كعشاء لو هم مثلا مش عايزين يتغدوا فعايزين كوبايه شاي بلبن بحاجه كده ياكلوها جنبها. فبصراحه الحاجات دي بتنفع جدا جدا. انا حابه ان شاء الله اعمل شويه مخبوزات معاكم، ارقيش بقى قرص الحاجات دي كلها بالعجوه بالملبن، الحاجات دي كلها انا عندي بيحبوها. فبصراحه هتفرق جدا جدا في ان انا اجيب كل اسبوع نص كيلو من الحاجات دي. الكيلو بقى ب70 جنيه فغالي جدا. فالله المستعان ان شاء الله الحاجات دي موفره جدا. اعمل لكم فيديو كامل عن المعجنات دي تنفع في البيت. هنا بقى كنت لقيت راجل كده بيبيع حاجات كتير، لو عرفت اصور لكم في يوم والله العظيم بيبيع كميه حاجات، اي حاجه ب10 جنيه بجد. انت تقفي تتهوسي من الحاجه اللي هو حاططها. جبت مقشه وجاروف كان اللي عندي كسره من فتره، فجبت مقشه وجاروف دول ب10 جنيه. وان شاء الله يعني قلت كل اسبوع كده عرفت القط حاجه ب10 جنيه بجد حلو قوي. احنا طبعا كستات بنحب المشتريات جدا، وبالذات بقى الحاجات البلاستيك دي بتجننا بمعنى الكلمه. فابقى اصور لكم ان شاء الله لو عرفت في مره اصور لكم شكل الحاجه، لان هو بيقعد يوم الاربع بس، فيوم حد واربع بيقعد حد واربع، فانا ان شاء الله اصور لكم لما اشوفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى ايه وانا طالعه جبت برضو لبن. انا الفتره دي بقى بنزل الاولاد وبجيب بقى الحاجه اللي انا هجيبها بتاعه اليوم. غير يوم الاحد طبعا بجيب حاجه الاسبوع عشان املى التلاجة خضار وفاكهه وكده. لسه هوريكم بقى ايه الحاجه لما اجيب ولادي من بعد الظهر من المدرسه بقيه الحاجه، لان أنا زي ما قلت لكم جبت حاجات الصبح وجبت حاجات بعد الظهر. وعملت بقى كوبايه شاي بلبن، دي اكيد لازم وانا طالعه كده كوبايه شاي بلبن. بجد بقى زي مصدعه لسه صاحيه بقى، فعايزه إيه اكمل حاجات في الشقه، ايه بكمل. وانا بجيب الفايش بصراحه لقيته مطلع الباتيه كده صبح وحلو، جبت الباتيه هي دي ب5 جنيه. قلت بقى افطر. فطرت بقى وقلت بقى اقعد اروق الشقه وكده، لان يوم الاحد بيبقى الاجازه الرسميه بتاعتنا. واليوم ده اصلا بقى كله دروس، فاليوم ده ما باجيش انام، باجي بقى بشوف ايه اللي ورايا في الشقه. الصاله عايزه تتروق، الاوض عايزه تتظبط كده، عشان يبقى بعد الظهر لما اجي بالاكل اطبخ على طول. طبعا باميه يعني لحمه، فحبيت ان انا بصراحه كيس اللحمه اللي عندي اطلعه، ده نص كيلو. حبيت ان انا اعمل بقى عليه الباميه، وبصراحه كان مطلوب مني ان انا اعمل الباميه دي بقالي فتره في طاجن، اعمل باميه في طاجن باللحمه. بجد كانت جامده جدا. عايزه اقول لك الاولاد اللهم بارك كلوا وشبعوا. لما انا كنت اعمل ملوخيه جنب الباميه، فقلت لا انا عايزه ايه الباميه تخلص النهارده وتاني يوم اعمل لهم ملوخيه. فبصراحه الاكله كانت حلوه قوي وعجبت الاولاد، الف هنا وشفا اللي كل. انا بحب بصراحه طريقه اللحمه ان انا اشوحها واحط بقى عليها ورق لوري، احط عليها طماطمايه وبصلايه، بس كانش عندي بصل صغنن فما رضيتش احط بصلايه كبيره، لان احنا بنرميها ما بنحبش ناكلها مسلوقه البصل. تمام كده. وحطيت بقى ايه شويه سكر ونزلت بميه مغليه بعد ما شوحتها. الباميه طبعا نقيتها، كان فيها كده شويه حاجات نقيتها، وبعد كده شطفتها شطفه حلوه كده، لان طبعا بتبقى فيها رمله او ترابه، فلازم تنضفيها كويس قبل ما تقمعيها. لو غسلت الغسله دي بعد ما تقمعيها هتفضل تنزل ميه مزمزقه كده زي بتاعه القلقاس، فمش هتعرفي تشطفيها بجد. هتفضلي تشطفي فيها يجي ساعتين 3. فاشطفيها كده قبل ما تبداي تعمليها، وسيبيها كده على فوطه ناشفه، يعني فوطه نظيفه تنشف كويس، وبعد كده ابداي قمعيها لما تنشف خالص. هنا بقى جبت القوطه ال2 كيلو ب35 جنيه، الله المستعان. ده الوقت بقى الواحد بيبقى محتاس فيه، لان فعلا القوطه غاليه، بتبقى حابه تطبخي فربنا يسترها بس والقوطه تبدا ترخص، لان مش عارفين نعمل اي طبيخ بسبب القوطه. جبت كيلو ليمون ب5 جنيه زي ما قلت لكم، ده شلته في التلاجة. ده غير الليمون اللي انا كنت حاطاه مع الخضار. ماشي، ده انا جايباه عشان عايزه اعمله مخلل في بطرمان كده صغنن، اسلقه سلقه كامله عشان حابه اعمله مخلل ليمون سريع. تمام كده. فان شاء الله هعمله معاكم، لسه ما عملتوش لحد دلوقتي والله. هبقى اعمله معاكم وانزله ان شاء الله. القوطه هنا بقى هبدا اسلقها عشان اعمل منها الباميه، وهشيل كيس حلو كده منها الفريزر. جبت الجوافه، وزي ما قلت لكم يا بنات الجوافه اليومين دول سعرها حلو قوي، جيبي وشيلي في الفريزر لرمضان، بجد هتفرق معاكي جدا. انا جايبه الكيلو ب8 جنيه، جبت 2 كيلو ونص ب24. لا استنوا، 2 كيلو ونص ب20 او ب25 والله ما فاكره، بس كانت جميله جدا. سبت منهم حبه حلوين كده في التلاجة ناكلهم، والباقي شلته كيسين كبار هتشوفوا في اخر الفيديو افرزهم برضو معاكم. حاولي كل مشتريات اسبوع او كل مشتريات شهر حاولي تشيلي حاجه رمضان، بجد هتفرق معاكي جدا، هتملي بيتك بالخير. في رمضان يدخل عليكي وانت عندك حاجات كتيره متفرزه ان شاء الله. البطاطس ده الكيلو ب15، جبت 2 كيلو ب30. عايزه اقول لكم البطاطس دي مسكره قوي مسكره قوي. انا جيت حمرتها طبعا حروقت، بسلقها للعيال بجد طعمها فيها تسكيره كده. انا اول ما اجيب بطاطس مسكره قوي كده، فدي ما تنفعش تحمير، دي عايزه طبيخ، يا اما تسلقيها
بس بجد عجبت الاولاد قوي. جبت البلح ده كيلو ب 12 جنيه ونص، جبت الكيلو وربع ب 15، حلو قوي. شلت كده نص كيلو، يعتبر انا حطيت بالبركه، بس الكيس ده قوله مثلا في حدود نص كيلو، وسبت نص كيلو في التلاجة. البلح ده مش عايز ان هو يتحط في التلاجة كتير لانه بيبوظ وما يتغسلش، هو بيتغسل بس عمال ما تيجي تاكلي منه، الحبه اللي تيجي تاكليهم اغسليهم، لكن تحطيه في التلاجة مش مغسول عشان هو بيبوظ من الميه. الجوافه بص اللهم بارك، سبت حبه حلوين دول يجي كيلو ولا كيلو ونص، سبتهم في التلاجة، وباقي الكميه كلها شلتها في الفريزر. انا على طول بشيل كميات صغيره كده. المره دي عملت كيسين كبار، قلت برضو ايه، تسووا رمضان كان بيها، ما تسووش رمضان، ينفع مثلا لو في كده ضيف جه على غفله بتاع، ينفع معاكي تطلعي الكيس كده على بعضه ويبقى كبير كده ويكفي. العصاير من الحاجات اللي بتشل يعني، من التفريزات اللي بتنفع جدا جدا لما يجيلك ضيف على غفله كده، او مثلا حابه ان انت بالليل كده تشربي العيال عصير. فبصراحه التفريزات جميله جدا. الباميه عايزه اقول لكم طالعه تحفه جدا بصراحه، ما صورتهاش معاكم، كان اليوم مضغوط جدا عندي، يوم الاحد بيبقى فعلا مضغوط جدا، دروس ومدرسه وسوق وان انا برتب التلاجة وبعمل المطبخ وبروق الشقه، فاليوم عندي يوم الاحد ده بيبقى صعب جدا، فما عرفتش بصراحه اصور معاكم الباميه. انا عملتها، قطعت بصلايه كده وسط، قطعتها صغير خالص، بدات اشوحها وحطيت عليها فص توم مطحون او مهروس، وبعد كده بدات انزل برشه فلفل اسمر بسيطه على البصل والثوم، ونزلت بالصلصه بتاعتي وهي نيه كده، اديتها تقليبه برشه سكر، ونزلت عليها بالباميه، ما سبتش الصلصه تغلي تمام كده. بحب الباميه او عامه كل الطبيخ بحبه يبقى ني في ني. فسبت الصلصه، اول ما حطيتها نزلت عليها بالباميه بعد طبعا ما قمعتها ونضفتها، وسبتها بقى مع نفسها تغلي. اول ما تبدا تدخل في السوا، احط الملح بتاعي، احط رشه كمون ورشه فلفل اسمر، وبس كده. ده كده طريقه الباميه بتاعتي. وما استوت نزلت عليها في الطاجن، ونزلت عليها باللحمه، وقلبتهم في بعض وسبتهم في الفرن تحت الشوايه تاخد لون. مفيش اسهل من كده. انا بحب الطبيخ الني في ني، ما بحبوش يغلي و... ويتسبك على البوتاجاز، فاهمين قصدي؟ يعني ان شاء الله لو جبتها تاني ابقى اعملها معاكم، بس تكون يوم تاني غير يوم الاحد باذن الله. هنا بقى هوريكم تتبيله البتنجان المخلل، زي ما قلت لكم كان نفسي ريحه جدا ليه. انا بعمله بحطه في التلاجة، وما باجي نيجي ناكل يعني بطلع في طبق كده نضيف على قد الاكله، وبسيب باقي العلبه في التلاجة او طبق كده، هقول لكم غطوه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا جبت بقى الكبه بتاعتي، حطيت قرن فلفل، ده مش حراق، لو حباه حراق براحتك خالص. حطيت عليه طماطمه صغننه كده تديني لون حلو، وفصين توم مهروسين، وحطيت بقى التوابل بتاعتي عباره عن ملح كمون كزبره بابريكا عشان بس تديلي لون حلو مش اكتر. ونزلت كده بمعلقتين كبار من الخل، وهعصر ليمونتين في الاخر. دي اسهل حاجه واوضح حاجه كده لخلطه البتنجان المخلل. هنا بقى هعصر ليمونتين على الكبه برضو، ده كده تقليبه وخلاص. التوابل بتاعتنا ملح كمون كزبره بابريكا، وكمان حطيت الفصين التوم وقرن فلفل، حبه حراق براحتك خالص، انا حطيت اللي هو العادي. حابه تحطي شطه حمراء برضو براحتك، احنا مش بنفضل الحاجات الحراقه خالص. البتنجان بتاعي حابه تسلقيه تمام، حابه تقليه تمام، انا بحب المقلي مش بحب المسلوق خالص. هنا بقى قليته وسبته يهدى خالص، وبعد كده جبت الخلطه بتاعتي، التتبيله بتاعتي. عايزه اقول لكم كانت طعمها تحفه تحفه تحفه. التتبيله جميله جدا، وكل ما تقعد في البتنجان تبقى احلى. يعني سيبها في التلاجة بقى وابداي خدي منها، لو حابه تعملي كميه اكتر من كده، انا عامله نص كيلو براحته خالص، ان هي تفضل في التلاجة يعني وتسحبي منها، بجد هتعجبك جدا. هبدا بقى كده ايه، افتح البتنجان وبالمعلقه كده ابدا افتح في جوانب البتنجان نفسه عشان يشرب التتبيله بتاعتي كويس. بصوا انا مفتحاه ازاي، وابدا بقى كده ارصه. حابه تحطيه في علبه تمام، حابه تحطيه في طبق وتغطيه بكيس زي ما هوريكي دلوقتي برده مش هيقول لا. المهم بس ايه، عشان ما يكرفش حاجه في التلاجة، لان ده توم، فخلي بالك من حاجه زي كده. وباقي التتبيله انا هشيلها في التلاجة، احتجتها مثلا في اي حاجه تخليل او اي حاجه تتحط، دي تنفع جدا جدا. لو عملت شويه كبده كده ورشيت عليهم التتبيله دي تحفه، لان عباره عن توم وفلفل والبهارات بتاعتنا كمون وكزبره، بجد تبقى حلوه قوي. لو حطيتها على شويه كبده كده هتدي طعم حلو قوي وريحه. هنا بقى خلصت، ودي الاكياس اللي بقولكوا عليها اللي بتغطي الاطباق. غطي بقى الطبق بتاعك كده وحطيه في التلاجة بس عشان يحفظ الريحه، عشان ما يكرفش في التلاجة بتاعتك، او في اي علبه كده محكمه الغلق، وبس كده. ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم اشترك واشتراك في القناه، بحبكم قوي في الله. ومتنسوش تعليق حلو منكم كده وتطلع نفسي في كومنتات. بحبكم قوي في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.